السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض المنيو الأسبوعي بس بالصوت والصورة، مش بالورقة والقلم. يا رب ايه يعجبكم. النهاردة معانا أول أكلة فتة الشاورما. فتة الشاورما السوري. طبعا الأكلة دي على فكرة تعتبر اقتصادية، يعني مش اقتصادية قوي لأن دلوقتي الفراخ غلت. أنا عاملاها من قبل ما الفراخ ما تغلى قوي كده. انت ممكن بربع كيلو بانيه هيعملك على فكرة طبق كبير يكفي 4 أفراد، وهتحطي على وشه بقى صوص التومية أو صوص الزبادي. بعد كده معانا بقى أكلة اقتصادية اللي هي الكشري بالعدس الأصفر أو الكشري الإسكندراني. ده غير الكشري بقى ايه المصري، بيبقى بالعدس الأصفر والرز. وبتعمليه كده وتحطي معاه بيض مسلوق، بتسلقيه وتدحرجيه، اسمه بيض مدحرج. بتسلقيه كده وتدحرجيه في حتة سمنة بلدي أو في حتة زبدة لو ما عندكيش في شوية زيت. المهم ان ايه ياخد قرمشة كده من بره ولون، بيبقى طعمه تحفة جدا مع الكشري. والكشري من الأكلات الاقتصادية جدا على فكرة، وجميلة ومشبعة وبيحبها كل الناس يعني. مع شوية فلفل بالصلصة كده حامين، بيبقى تحفة يعني. في ناس بقى بتعمله مع شوية سلطة، أي اللي يعجبك اللي انت عندك اعمليه. بعد كده هنعمل بقى سندوتشات جمبري بانيه او جمبري كريسبي مع شوية بطاطس محمرة. بتجيبي الجمبري بتقشريه، لو انت جايباه متقشر خلاص. لما كان انا بحب اجيب البلدي وبقشره في البيت او بدي الراجل يقشرهولي. وبنعمله بقى خلطة كده. الفيديو موجود على القناة على فكرة اللي عايز يشوفها. وبنعمله سندوتشات كده، بتحطي على الوش بقى مايونيز وكاتشب ومع شوية بطاطس محمرة وأكلة جميلة. هنا عملنا بقى شوية صدوق اسكندراني كده بالطماطم والفلفل الأخضر الحامي. ممكن تعملي بفلفل ألوان أو فلفل كوبي. وحمرنا معاهم بقى ايه كده شوية بطاطس محمرة مقرمشة. ودي كانت أكلتنا يوم. وهنا عملنا بقى طاسة مسقعة كده حلوة مشطشطة بالفلفل الأخضر الحامي. ممكن تعمليها بقى باللحمة المفرومة. أنا ما بحبهاش عن نفسي باللحمة المفرومة، بحب أعملها كده. في ناس بتحب تحطيها لحمة مفرومة، بتعصجي اللحمة المفرومة وتعمليها معاها. في ناس بتحبها كده بتبقى حلوة برضو. وتاكل بقى بالعيش. عندك أكل من قبلها بيوم تكوني عاملاها جنبه أي حاجة يعني. المهم ان انت ايه تعدي اليوم ان شاء الله. ودي كانت أكلة معانا. بعد كده بقى عملنا حواوشي اللحمة الاسكندراني في البيت، عجناه في البيت وخبزناه في البيت. الطريقة موجودة في القناة، عملته معاكم اللي عايز يشوفها. بتقدمي معاه بقى شوية بطاطس محمرة، مخلل، شيبسي، حاجة ساقعة اللي انت بتحبيه يعني. عجينته بتبقى طرية. شايفين بقى عجينة طرية ازاي؟ عجينته طرية وبتبقى حلوة. بترشي على وش بقى شوية سمسم، حبة البركة الموجودة عندك. ممكن ما ترشيش أي حاجة الموجودة عندك. وأكلة محبوبة يعني. برضو الحشوات ممكن تحشي صدق، بسطرمة، اللي يعجبك يعني. بس ودي كانت أكلة معانا. برضو ما ننساش نعمل ايه حاجة حلوة برضو كده للولاد. أي حاجة حلوة حتى لو مرة في الأسبوع. انا عارفه ان الدنيا غاليه ودي غالي والحاجه غاليه، بس مره في الاسبوع لازم نعمل لهم حاجه حلوه كده نفرحهم بيها. عملت له بقى هنا صينيه جلاش كده بالجوز الهند والسوداني والزبيب. عايزه تعمليها من غير حشوات خالص برضو براحتك، تبقى حلوه. اي حاجه الموجوده عندك اعمليه، المهم انك تعملي حاجه حلوه في البيت. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. ويا رب النهارده فيديو يكون عجبكم. ولو عجبتكم الطريقه دي احسن من الكتابه قولولي. ولو عايزين نرجع تاني للكتابه والورقه والقلم والحساب بالميزانيه قولولي، واكتبولي في الكومنتات واعمل لكم اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.